جمعية الشارقة الخيرية استقبلت عبر مطار دبي الدولي صباح اليوم حجاجها العائدين من الأراضي المقدسة بعد تأديتهم مناسك الحج وسط ارتياح من مستوى الخدمات المقدمة لهم. بكل حفاوة وترحاب ووجوه باسمة استقبل وفد حجاج جمعية الشارقة الخيرية العائدين من الأراضي المقدسة، والبالغ عددهم 68 حاجا، وذلك ضمن مشروع تيسير الحج الذي تم تنفيذه للعام الثالث على التوالي من قبل الجمعية، والذي لم يقتصر فقط على منتسبيها من داخل الدولة. الحمد لله هذه السنة تمكنا من إرسال 68 حاج من داخل الدولة و60 حاج خارج الدولة، وكان عندنا مساهمة 50 حاج، المجموع تقريبا 168 حاج. تكفل جمعية الشارقة الخيرية بجهود المحسنين والمتبرعين الكرام اللي حقيقة حبينا أن نشكرهم عبر إذاعة تلفزيون الشارقة. تجدر الإشارة إلى أن بعثة الحج لهذا العام كانت قد وفرت للحجاج كل سبل الراحة منذ وصولهم للبقاع المقدسة وحتى مغادرتهم، وهو ما كان له دور فعال في تيسير مناسك الحج على الحجاج في ظل تطور لافت في الخدمات المقدمة. سرور دخل في قلب الحجاج ما شاء الله من أول ما بدينا إلى الآن، متفاجئين ما شاء الله. طبعا هناك كانت الأمور طيبة، نشكر دولة الإمارات صراحة، رعاية الحجاج بفضل الله كانت في كل المشاعر اللي لمسناها في منى وفي عرفات. الحمد لله كانت الإمارات معانا. بالنسبة لجمعية الشارقة الخيرية جزاهم الله خير، ما قصروا من بداية ما تحركنا لحتى الحمد لله رجعنا، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تظل هذه سنة سنوية لكل الناس الفقراء اللي ما يقدرون يؤدون فريضة الحج. جزاهم الله خير، جزاهم الله خير ألف مرة إن شاء الله. مشروع تيسير حج الذي نفذته خيرية الشارقة يهدف إلى إفادة المعسرين غير القادرين على تحمل تكاليف الحج ولم يسبق لهم تأدية هذه الفريضة، ويأتي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وحملة الفجر للحج والعمرة، والراعي الرئيسي للمشروع راديو الرابعة، والشريك الاستراتيجي الإعلامي مؤسسة الشارقة للإعلام.